بيانكي كاميليونتي كواترو، الحرباية الإيطالية. العجلة دي مش زي كل اللي فات، واحنا ما بنجيبش غير الحسنوات. العجلة دي كلها مميزات، وهنبدأ بكل جزء فيها من الألف للياء. قبل أي حاجة ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس بجانب زر الاشتراك عشان يوصلك أجداد فيديوهاتنا. أبدأ بالفريم. فريم العجلة هو فريم هاف كربون، الفورك الأمامي والريشة الخلفية كربون، أما عن باقي الفريم فهو ألمونيوم سبيكة 7000. طب تعالى نتأكد من الكلام ده. مبدئيا كده ادي الفريم، في عندنا هنا ملصق تبع الشركة. الملصق ده بيتكلم ان هي دي طبعا بيانكي انجينيرد، وادي اللوي 7000. يا رب تبقى واضحة عندنا في الصورة، بيانكي انجينيرد اللوي 7000. وعلى الجانب الاخر طبعا عندنا الرخص اليابانية، اصلا نسيت اقول لك ان العجلة دي وارد اليابان. طيب نرجع كده، ادي عندنا الفورك الامامي او الشوكة الامامية، هي كربون واضح جدا قدامنا اهو، يا ريت يبقى واضح في الصورة يا رب. ادي عندنا اهو كربون تقريبا واضحة تمام. وادي عندنا الشوكة الخلفية او الريشة الخلفية، هي برضو كربون مكتوب عليها طبعا www.bianchi.com. طيب نبعد كده بعيد شوية ونشوفه هنروح لايه تاني. طب تعالى نبص على الكرانك اللي قدام ده، شكله مميز قوي بجد يعني، بسم الله ما شاء الله. الكرانك ده FSA موديل اسمه فيرو. الشريحة الكبيرة هي ألومنيوم مكتوب عليها طبعا هي FSA طبعا 50-39. الشريحة الكبيرة دي 50. طبعا دي حاجة مميزة جدا ان انت تلاقي عجلة هايبريد نازلة 50، يعني حاجة كويسة جدا يعني. ناس كتير بتدور على الموضوع ده. طبعا الكرانك ألومنيوم، وادي الشريحة الكبيرة شريحة 50 ألومنيوم. طيب ده بالنسبة للكرانك. طبعا FSA يعني غنية جدا عن التعريف. اكتر حاجة بتعملها هي طقم الظروف وبتعمل كرانكات، اكتر حاجة بتعملها. في حاجات تانية طبعا بتعملها زي الجنوط. كانت في عجلة احنا كنا عارضينها للبيع، كانت عجلة كانونديل كانت نازلة بجنوط FSA. دي طبعا بتبقى حاجة نادرة شوية، لكن هي عموما مشهورة بالكرانكات وطقم الظروف. طب تعالى كده نقربه شوية. في حاجه لفتت نظري، ايه ده؟ ده عندنا جشم امامي شيمانو تياجرا. الجشمه دي على فكره 3 سبيد شغاله 3. طب تعالى كده نرجع ورا سنه 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 سنه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده احنا عندنا الجشمه الخلفيه برضو شيمانو تياجرا. ايه ده؟ طب تعالى كده نطلع فوق 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 شويه 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 شويه. ايه ده؟ انا عندي كاسيت خلفي سبرنتات 10 سبيد برضو شيمانو تياجرا. ايه ده؟ طب تعالى كده نبص على الجنزير، نبص على الجنزير. ايه ده ايه ده؟ الجنزير اكنه جديد. الجنزير يا جماعه اكنه جديد. الجنزير بيبرق، الجنزير ده مفرغ. سيبك من الجنزير يا عم، سيبك من الجنزير وخفه الوزن اللي هو بيعملها. سيبك من الجنزير، الجنزير مفرغ وبيبرق ما يهمنيش. طب تعالى نطلع فوق كده سنه، نطلع فوق كده سنه 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 سنه. هلاقي عندي شفترات شيمانو تياجرا 10 سبيد. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عمري في حياتي ما شفت شيمانو تياجرا بامانه يعني الا نادرا. انا بجد ما شفتش عجله هايبريد نازله بشيمانو تياجرا. يعني كفايه تميز بقى، كفايه تميز بقى. بص 10 سبيد مكتوب عليها هنا 10 سبيد شيمانو تياجرا. ايه ده؟ طب تعالى نبص كده على الشفتر الامامي. ايه ده؟ ده برضو شيمانو تياجرا طبعا 3 سبيد. ايه ده؟ طب انا كده استنتجت ايه بقى من الاخر من الكلام ده؟ ان انا كده دلوقتي عندي العجله دي جروب كامل شيمانو تياجرا 10 سبيد. طب تعالى اكمل لك بقى الحلاوه، تعالى اكمل لك الحلاوه. بص كده على الجنط قدام، السره بتاعته شيمانو تياجرا. السره بتاعت الجنط الامامي شيمانو تياجرا. ايه العظمه دي يا جماعه؟ ايه العظمه دي؟ يعني انا كده كمان مبيالات الجر هي شيمانو تياجرا، ومش بس كده، لا دي كمان السره الاماميه شيمانو تياجرا. طب تعالى كده نرجع ونبص على الجنط الخلفي. الجنط الخلفي السره الخلفيه شيمانو تياجرا. ايه ده؟ يعني انا كده بقى عندي جروب وعندي سرر شيمانو تياجرا. ده ايه الحلاوه دي؟ طب هنقف لحد كده؟ لا 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 لا، تعالى 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 تعالى. شايف الفرامل شيمانو. ده انا عندي كل حاجه شيمانو في العجله، كل حاجه فيها شيمانو. ادي الفرامل الخلفيه شيمانو. طب تعالى نبص على التفاصيل الادق
يدل لك ان العجله حرفيا بحالتها. بص على لقم الفرامل، لقم الفرامل شيمانو برضو، يعني انا تقريبا ما غيروش لقم الفرامل بالفعل، لقم الفرامل زي ما هي، اللقم الشيمانو الاصليه بتاعت العجله او بتاعت الفرامل نفسها. الفرامل دي هتنزل طبعا بلقم شيمانو. فبص كده هنا اهو في الجنب هلاقي ان انا عندي اللقمه فعلا الخلفيه، طبعا اللقمتين شيمانو. بص كده على الناحيه الثانيه، بص اللقمه شيمانو، هنا اوضح اللقمه شيمانو. تعالى كده نطلع قدام 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 قدام، انا طبعا عندي برضو هما طقم، فالفرامل الاماميه برضو شيمانو. طب تعالى نبص على اللقم، بص على اللقم، بص على اللقم، بص على اللقم، يا رب تبقى باينه، هنلاقي ان هي برضو شيمانو. يعني اللقم كلها بتاعت العجله، اللقم الاصليه اللي نزلت بيها العجله. شوف بقى العجله دي نزلت موديل كام، فهتلاقي طبعا ان العجله بحالتها دليل على كده ان اللقم زي ما هي ما اتغيرتش. طب سيبك من الفرامل، انا عارف انت ايه يعني كل الكلام ده ما جاش معاك. طب تعالى نبص كده على الجنود، والجنود برضو فيها كده حاجه كده يعني للناس اللي بتبقى غاويه الحاجات النادره، انا بكلم الناس دي. تعالى كده بص على الجنود، سيبك من الجنود بيانكي، تعالى كده نقرا الكلام اللي هنا مكتوب ليميتد اديشن. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اصدار محدود. ايه ده؟ اصدار محدود، ليميتد اديشن فور بيانكي. طبعا بيانكي شركه ايطاليه، باي جالكو. ايه ده؟ يعني دلوقتي كده واضح ان الجنط ده بالتعاون ما بين شركتين، بيانكي وجالكو. جالكو دي اللي ما يعرفهاش هي شركه بتعمل جنود، الشركه دي هي شركه تايوانيه، فبالتالي مكتوب على الجنط هنا تايوان. يعني الجنط ده ليميتد اديشن، اصدار محدود ما بين شركتين بيانكي وجالكو. يعني انت مش هتشوف الجنط ده كتير، انت هتشوفه في اصدارات محدوده بالظبط، هو اصدار محدود تمام. وطبعا ميد ان تايوان، طبعا الجنط الومنيوم. وبص كده هنا عندك على السلك، السلك برضو في كده فيها تاتشات ايطالي، يعني فيها كده بص هنا الصواميل بتاعت العجله لون احمر، لونها احمر، فمديها شكل جمالي قوي 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 للجنط. بص ده كده الجنط من بعيد، ده كده الجنط من بعيد، بص حرفيا شكل رائع. انا العجل ده بيفتني يا جماعه، بجد بيفتني والله. طب بص كده على الكاوتش برضو للناس اللي بتبقى بتحب الالماني. بص 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 بص, بص. الكاوتش ده يا جماعه كونتيننتال الترا سبورت، كاوتش كونتيننتال الترا سبورت للناس اللي بتبقى غاويه بقى الحاجات الالماني. يعني انا جايب لك ايطالي على الماني، يعني انا ما اعرفش اجيب ايه تاني بجد يا جماعه، انا بجد ما اعرفش اجيب ايه تاني. بعيدا عن الكاوتش طبعا الفرده الخلفيه برضو كذلك، طبعا مش جايب لك فرده وفرده، لا هي كونتيننتال الترا سبورت. طيب ده كده الكرنك، شفنا كده الكاسيت اهو، ودي طبعا الجشمه الخلفيه. على فكره الجشمه الخلفيه ما فيهاش خربوش. بص 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 ركز كده، بص بتلمع، انا حتى مش عارف ابين الكتابه من كتر اللمعان، مش جايه برضه اهو كده بانت شويه. بص جشمه حرفيا بحالتها، يعني ما اعرفش اعمل ايه تاني بجد. بص 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 برضو الجشمه الاماميه بتبرق بحالتها. طبعا هنا اهو زي ما احنا شايفين كاماليونتي، وهنا كواترو. واللي استغرب قوي قوي وانا بقول الحربايه الايطاليه، على فكره في حربايه هنا، مش انا اللي بقول الكلام ده عشان بس ايه ما حدش يبقى مستغرب، يعني هي مرسوم عليها حربايه، وهي بيانكي اصلا بالفعل، او الترجمه بتاعت بيانكي كاماليونتي كواترو هي اصلا بيانكي يعني حربايه تمام، او كاماليونتي يعني بيانكي يا كاماليونتي عشان نسيت معلش. طبعا هي اصلا عجله ايطالي، فطبعا التسميه كلها بالايطالي، يعني كواترو يعني 4 تمام. بس اهو. ودي طبعا عندنا هنا طقم الظروف، زي ما انا قلت دايما اف اس اي بتبقى مشهوره دايما بطقم الظروف اكتر حاجه. طبعا بقى الجمدان قوي قوي برده، بص 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 التفاصيل، بص التفاصيل، بص بص الرقبه عندنا رقبه اف اس اي، وميزتها بقى الاساسيه ان انت تقدر ترفع الرقبه وتنزلها حسب راحتك. ادي دي الرقبه اف اس اي. طب هنقف لحد هنا؟ لا تعالى بص 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 الرقبه مختوم عليها من قدام اف اس اي، يخرب بيت الشياكه، يخرب بيت الشياكه. انا بموت في التفاصيل دي، يعني انا بجد انا بكلم الناس او عامل الفيديو للناس اللي بتحب التفاصيل دي زيي. بص في درايف اف اس اي، على فكره اللي ما يعرفش اف اس اي هي اصلا شركه امريكيه اصلا. طب بص 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 الجمدان، بص الجادون لسه باللزقه بتاعته بالباركود بتاعه،
بص الجادون بالباركود بتاعه، يعني يا ريت يا ريت يا جماعه نركز في التفاصيل دي. هو ده العجله، هي دي العجله، هو ده الاستعمال الخارج. الاستعمال الخارج بيتميز بشويه المكونات الغريبه دي. بص ده بالباركود بتاعها. طب بص كده على الرقبه على فكره برضو بالباركود، دي المفاجاه يعني. تعالى كده بص الرقبه ادي الجنب اهو بتاعها، بص بالباركود بتاعها برضو. يعني انت واخد حاجه، يعني عامل ايه تاني؟ يعني انت واخد حاجه يعتبر ما استخدمتش اصلا، سيبك بس من شويه الخرابيش اللي هي نتيجه الشحن، انت واخد حاجه ما استخدمتش بالفعل. بص المسمار ده اللي احنا كلنا بنفكه ونربط فيه، المسمار لسه بحالته. بص الراس بتاعته عامله ازاي، بعيدا طبعا عن الحلاوه دي. بص بيانكي، التفاصيل حلوه قوي بجد، فيها شويه تفاصيل للغاوي، فيها شويه تفاصيل فعلا للغاوي. طيب سريع كده للي ما خدش باله برضو من مكونات العجله بشكل ملخص. العجله دي هاف كاربون، وزن خفيف جدا، وزنها يعني ممكن اشيلها بصبعين بالظبط. تمام. سبيكه الالومنيوم سبيكه 7000، ده اول ميزه، وزن خفيف جدا. المقاس ممتاز، يناسب برضو اطوال كتير، مش مقاس قصير زي ما احنا معتادين. طبعا مش نفس طول العجله اللي فاتت، ولكن مقاس كبير وهيريح ناس كتير. تمام. ده بالنسبه للمقاس. وبالنسبه لخفه الوزن زي ما قلنا، الفورك الامامي او الفورك والريشه الخلفيه هما كربون. جنود بيانكي، طبعا جنود مميزه قوي. حتى برضو نسيت ابرز يعني او ابين، زي ما احنا شايفين كده حتى من بعيد مهتمين قوي بالتفاصيل. بص في سلكتين هنا عندنا برضو لونهم ابيض، بحيث ان هم يتماشوا مع التطعيمات البيضاء الموجوده في الكادر، مع طبعا شويه الصواميل الحمر دولت، عاملين برضو شغل جامد قوي في شكل العجله اللي برضو بيدوروا على الشكل يعني. تمام. العجله كلها جروب تياجرا، جروب كامل تياجرا. طبعا عندك السرر تياجرا، الشفترات تياجرا 10 سبيد. اللي ما خدش باله ان الشفترات 10 سبيد، العجله دي 10 سبيد مش 8 بقى ولا 9، لا العجله دي هايبريد. مميزاتها ان هي هايبريد ونازله بهاف كربون. هاف كربون ده من المصنع نازله هاف كربون، والمصنع منزلها 10 سبيد. دي ميزه مش هتلاقيها في عجله هايبرد الا نادرا. العجله الهايبرد اللي بينزل عندنا هنا في الاغلب بيبقى 8 سبيد 9 سبيد، ان انت كمان تلاقي 10 سبيد وهاف كربون، يعني اخر دلع واخر دندشه. انا ما شفتش كده. تمام. عندك الكرنك بحالته، كرنك فعلا شرايحه بحالتها، كرنك اف اس اي براند قوي جدا في صناعه الكرنكات. وطبعا زي ما قلنا الجنود بيانكي وليميتد اديشن للي بيحب قوي الاصدارات المحدوده واللي بيحب يقتني النوادر. العجله دي هتلبي لك كل طلباتك، سواء كان جانب معنوي اللي هو انا عايز اقتني حاجه مميزه ونادره، وفي نفس الوقت هتركب الريح وهتستريح بامانه يعني. بس تقريبا انا كده قلت كل حاجه عن العجله. باذن الله الفيديو يكون عجبكم. صح، انت تعالى بص اوريك برضو على حاجه ثانيه من ضمن الكتابات او التفاصيل المكتوبه في العجله. طبعا هنا كاتب لك للي ما خدش باله كل ده ان العجله دي ايطالي، مكتوب عليها ايطاليان ديزاين. تمام. للي ما خدش باله ايه من ان العجله ايطالي يعني. بص كده، طبعا هحاول اجيبها لك برضو من الجنب الثاني، ايطاليان ديزاين، ايطاليان ديزاين. بس كده زي ما قلنا كده. طبعا ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس بجانب زر الاشتراك عشان يوصل لك كل جديد. برضو على ذكر التفاصيل المميزه، يعني عندك برضو الكويك ريليز مش زي ما احنا معتادين. كويك ريليز طبعا شيمانو بتاع العجله، برضو العجله كلها شيمانو، كل حاجه فيها شيمانو، يا شيمانو يا بيانكي، يعني ما فيش تالت، يا شيمانو يا بيانكي. بص هنا الكويك ريليز شيمانو. وطبعا ده بقى مميز قوي في حته كده، ان ده طبعا بيتفتح يعني استخدامه اسهل عن العادي. ده بس احنا بنشد الدراع ده كده لبره بيقوم جاي الجنط مفكوك معاك. شكله مميز قوي برضو، يعني من الحاجات المميزه في العجله. بس كده برضو قبل ما اقفل الفيديو نلف لفه كده حوالين العجله بحيث نبقى بينا فيها كل حاجه. بص الجنب التاني، بص مفيش خرابيش خالص. بص الكرم، طبعا العجله دي طبعا للبيع زي اخواتها اللي فاتوا. اللي حابب يتواصل معانا هسيب لكم رقم التليفون ولينك الصفحه في الديسكريبشن تحت، للي حابب يتواصل معانا ويعرف اي تفاصيل تانية عن العجله. احنا طبعا قلنا كل التفاصيل، يعني ما سيبناش اي حاجه ما قلناهاش.
ناقص بس ان انت يعني حضرتك تشرفنا ان شاء الله في المحل وايه وتنقي عجلتك المناسبه باذن الله. بس كده، ده كده كل حاجه عن العجله. بس كده، يلا سلام.